السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، معاكم مستر محمد. هنحل مع بعض كده أهم الأسئلة اللي عندي في الدروس الأولانية اللي داخلة معايا في امتحان الميد ترم. هنبدأ مع بعض بأول درس اللي هو وطننا العربي، مكان ومساحة. بنبدأ نتكلم. أول حاجة سؤال قدامي بيجي يقول لي خريطة وبيبدأ يحط لي عليها مجموعة بيانات. بنبدأ نشوف البيانات دي إيه. رقم واحد عندي دائرة عرض. طبعا دائرة العرض الموجودة قدامك تحت في جنوب الوطن العربي دي على طول خط الاستواء. يبقى أول حاجة دائرة عرض خط الاستواء. اتنين، مضيق. المضيق اللي موجود عندي بين قارة أفريقيا وقارة أوروبا اللي هو ده مضيق جبل طارق. تلاتة، المحيط اللي في شرق الوطن العربي هو المحيط الهندي. أربعة، طبعا ده البحر الأحمر اللي هو بيفصل الدول اللي في آسيا عن الدول اللي في أفريقيا في الوطن العربي. خمسة، جبال. طبعا الجبال اللي موجودة عندي في ظهر الخليج العربي على طول دي جبال زاجروس. أما ستة فهي دولة، طبعا الدولة اللي تحت المغرب دي على طول دي دولة موريتانيا. يبقى دي الخريطة بتاعتي. نخش على السؤال الثاني. بيبدأ يقول لي دائرة عرض رئيسية تمر في وسط الوطن العربي. طبعا الدائرة اللي بتعدي في النص وتحديدا في جنوب مصر هي مدار السرطان. يصل مضيق هرمز بين الخليج العربي وطبعا مضيق هرمز يصل الخليج العربي بخليج عمان. من الأماكن المقدسة في الوطن العربي طبعا عندي قبة الصخرة، كعبة المشرفة، كنيسة المهد. يبقى بالتالي كل ما سبق عندي تبقى هي دي الإجابة. تقع دولة نقط في الجناح العربي الآسيوي. إيه من دول بيقع في الجزء اللي في قارة آسيا؟ طبعا هلاقي مصر أو الجزائر أو ليبيا أو الكويت. طبعا الكويت هي اللي بتقع في آسيا. أكمل. من الدول العربية التي تشرف على مضيقي مضيق جبل طارق. طبعا الدولة العربية اللي بتشرف على مضيق جبل طارق هي المغرب. تقع دولة جزر القمر عند دائرة عرض 12 جنوبا. عشان كده قلنا عليها انها الدولة العربية الوحيدة اللي خارج حدود الوطن العربي. الممر المائي الذي يربط الخليج العربي وخليج عمان هو؟ طبعا الممر اللي يربط الخليج العربي وخليج عمان اللي هو عندي مضيق هرمز اللي لسه قايلينه من شوية. أربعة، تبلغ عدد الدول العربية في الجناح الآسيوي. اتفقنا إن أنا عندي 12 دولة في الدول العربية في آسيا و10 دول في أفريقيا. يبقى إذا في الجناح الآسيوي 12. من الحضارات القديمة اللي قامت في الوطن العربي في بلاد العراق. طبعا في بلاد العراق قامت عندي حضارة اللي هي بنسميها حضارة ما بين النهرين أو بنسميها حضارة العراق القديمة. كل ده تمشي مفيش مشاكل فيها. اكتب المفهوم المناسب. بيقول لي الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول. طبعا الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول ده اللي احنا بنسميه الموقع الفلكي. دائرة عرض رئيسية تمر جنوب الوطن العربي. طبعا دائرة العرض الرئيسية اللي بتعدي في الجنوب خالص لسه قايلينها فوق في الخريطة خط الاستواء. فواصل صنعها الاستعمار وقسم بها الدول العربية. طبعا الفواصل دي اللي هي الحدود السياسية. خط الطول الرئيسي اللي بيمر غرب الوطن العربي هو خط جرينتش. بما تفسر يبدأ يقول لي كده انقسام الوطن العربي إلى دول مختلفة المساحة. هنقول بسبب الاستعمار الأوروبي اللي قسم الدول العربية عشان يقدر يسيطر عليها. يبقى بما تفسر ايه اللي خلى الدول العربية مختلفة في المساحة؟ بقول له بسبب الاستعمار الأوروبي. الدرس الثاني برضو جايب لي خريطة درس تضاريس. طبعا واحد دي جبال أطلس. اتنين، هضبة عندي طبعا هي خلي بالك اولا الخريطة دي مش يعني مش ارقام مش محطوطة عادل. تمام. فهتلاقي في حاجات مترحلة. فيستحسن ان احنا ما نركزش مع الخريطة دي لان الخريطة دي الارقام بتاعتها اترحلت. فهي بس اتطبعت غلط. فهنسيب الخريطة ديت لان طبعا هنا هضبة بركانية المفروض ما فيش غيرها في الوطن العربي اللي هي المفروض رقم 6. فالمفروض هضبة بركانية تبقى هنا اللي هي هضبة اليمن. فبالتالي احنا هنسيب الخريطة دي ونخش على طول على السؤال التاني. السؤال التاني عندي بيقول لي أكبر الهضاب العربية مساحة هي هضبة. طبعا أكبر الهضاب العربية مساحة في الوطن العربي هي هضبة أفريقيا الشمالية. جبال الحجاز وعسير والشام من النوع. طبعا كل دي جبال انكسارية اللي هي أساسا بتعرف باسم جبال البحر الأحمر. يقع نهر الليطاني وسط مرتفعات. طبعا نهر الليطاني فين؟ مرتفعات الشام. من أمثلة الواحات في الوطن العربي في ليبيا. طبعا الواحة اللي موجودة عندي في ليبيا اللي هي واحة القفر.
طيب أكمل. العامل الذي كون جبال عمان وأطلس هو، طبعا اللي كون عندي جبال عمان وأطلس هي الحركات الالتوائية. جوبا وشبيلي موجودين في دولة يبقى الصومال. الهضبة التي تقع جنوب شبه الجزيرة العربية إلى الهضبة اللي بتقع في الجنوب هضبة حضرموت. ترجع أهمية ساحل الخليج العربي إلى استخراج منه طبعا مصادر الطاقة وتحديدا البترول. تعد جبال البحر الأحمر من الجبال الانكسارية. اكتب المفهوم. حركات باطنية كبرى أدت لتكوين سلاسل جبلية مرتفعة، طبعا دي الحركات الالتوائية والانكسارية. جبال نشأت نتيجة حدوث انكسارات في الأرض، يبقى دي الجبال الانكسارية، زي طبعا جبال البحر الأحمر أو جبال الشام. أرض منبسطة على الشواطئ البحار والمحيطات، يبقى دي السهول الساحلية. سهول فيضية تقع جنوب دولة الصومال، يبقى سهول الفيضية بتاعت جوبا وشبيلي، أو السهول الفيضية لجوبا وشبيلي. نحت الرياح للصقور وإرسابها، طبعا نحت الرياح يبقى دي على طول تعرية هوائية. أرض ساحلية منبسطة بتتميز باستواء سطحها وبتبقى موجودة عندي جنب السطح اللي يابس، يبقى على طول دي السهول بصفة عامة. ده تعريف السهول بصفة عامة. طيب بما تفسر أهمية الأودية الجافة. اتفقنا إن الأودية الجافة ليها أهميتين. أول أهمية إنها يستخرج منها المياه الجوفية، وتاني أهمية إنها صالحة للسير، ممكن أمشي عليها سواء كبني آدم أو كمواصلات. يبقى أقول له استخراج المياه الجوفية أو صالحة للسير عليها. تمام كده. الدرس الثالث عندي اللي هو المناخ، ده مش داخل معايا في الميد ترم، فاحنا هنسيبه وهننزل بقى على التاريخ. انا داخل معايا 2 جغرافيا و3 تاريخ. التاريخ هنبدأ مع بعض كده بأول درس. العالم قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول لي من أشهر الأصنام اللي عبدها العرب قبل الإسلام اللات والعزى، طبعا صح. قبل ظهور الإسلام انتشرت المسيحية واليهودية في شبه الجزيرة العربية بكثرة، طبعا غلط لأن كلمة بكثرة دي هشيلها. عبد الروم الكواكب والنجوم وعبد الفرس المسيحية، غلط العكس. المسيحية كان بيعبدها الروم والكواكب والنجوم كان بيعبدها الفرس. كان مجتمع الهند مجتمع عنصري عنصريا يميز بين الناس، طبعا مجتمع الهند ما كانش كان مجتمع عنصري، يبقى فعلا صح. تمام. يبقى كده الإجابات صح غلط غلط صح. السؤال الثاني. كانت الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. طبعا الحرفة رقم واحد عندنا كانت الرعي، لأن هم في أماكن صحراوية. عرفت عبادة الله على دين سيدنا إبراهيم باسم، طبعا دين سيدنا إبراهيم يبقى الحنيفية على طول. كان شيخ القبيلة يختار أبنائه من بين، يعني بيتم اختياره من أكبرهم سنا ولا أقواهم شخصية ولا الكرم والشجاعة ولا كل ما سبق؟ طبعا كل ما سبق. كانت شبه الجزيرة العربية مهد للكثير من الأنبياء، منهم طبعا هود وشعيب وصالح، يبقى كل ما سبق. تمام كده. بعد كده أكمل العبارات الآتية. خضعت مصر للحكم نقط. طبعا مصر كانت بتخضع عندي الحكم الروم، بينما العراق كانت بيحكمها الفرس، يبقى أول واحدة الروم وتاني واحدة الفرس. عملت السيدة نقط بمهنة الطب، طبعا السيدة رقية. 3. كانت الزراعة قليلة في شبه الجزيرة العربية بسبب ندرة الأمطار. 4. من أشهر الشعراء عند العرب عندي كعب بن زهير، وعندي عنترة، وعندي حسان بن ثابت، وعندي النابغة الزبياني، كل دول يمشوا. اكتب المفهوم العلمي. رحلات تجارية اشتهرت بها قبيلة قريش، اللي هي رحلة الشتاء والصيف. النظام السياسي السائد في شبه الجزيرة العربية، طبعا النظام القبلي. أشهر القبائل اللي كانت بتسكن مكة طبعا قبيلة قريش. أشهر الأسواق في مكة كان عكاظ وذي مجاز. دلل. تعدد العادات الحميدة والسيئة لدى العرب. هنا هبدأ أتكلم عن العادات الكويسة والعادات السيئة. العادات الحسنة هقول له إكرام الضيف، حماية الجار، الوفاء بالعهد، الشجاعة. أما العادات السيئة طبعا شرب الخمر، وأد البنات، لعب الميسر. طبعا وقت البنات يعني كانوا بيدفنوا البنات أحياء. السؤال الثاني او الفصل الثاني بيجي الدرس الثاني عندي بيقول لي محمد المولد والنشأة. طبعا خلي بالك الدرس اللي احنا لسه مخلصينه مكتوب عليه في الكتاب التمهيدي، بس داخل معاك في الامتحان عادي. فبالنسبة لي درس محمد ده يعتبر الدرس الثاني. توفى عبد المطلب وكفل الرسول من بعده. طبعا عبد المطلب ده اللي هو جد الرسول، فما مات اللي كفله عمه ابي طالب. أنجبت خديجة صلى الله زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول ولدين وكان بنت. طبعا قلنا أنجبت له 4 بنات، رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة.
مات عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن فيه. طبعا والد الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودفن في الشام، طبعا مات قبل ما الرسول يتولد. لقب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانوا بيلقبوه بالصادق الأمين، يبقى الأمين. من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، من ولاد الرسول، من خديجة طبعا عبد الله، طبعا كان بيخلف ولدين قلنا، عبد الله وإبراهيم، وأربع بنات. يبقى طبعا ابنه من خديجة، من الأربعة الأسامي اللي قدامي يبقى عبد الله. أكمل. ينتهي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان من ولد إسماعيل. طبعا نسب الرسول بيرجع لسيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم. 2. ماتت آمنة بنت وهب اللي هي أم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سن 6 سنوات، وقعد في بيت جده من 6 سنين لغاية ما وصل سنه ل8 سنين. خرج النبي ليرعى الأغنام ليساعد عمه ويخفف عنه، يبقى ليرعى الأغنام. قلنا الكلام ده وعنده 8 سنين، طلع عشان يشتغل في رعي الغنم، واكتسب منها 4 صفات لو فاكرين. قلنا الشجاعة والرحمة ولين القلب، تمام كده، والصبر. مكث النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية 4 سنوات، اللي هي المرضعة بتاعته، فضل قاعد عندها 4 سنين. لمن تنسب الأسماء طبعا عشان خاطر مهمة جدا، وفي ناس كتير ما بتركزش فيها. مين اللي هدم الكعبة؟ طبعا اللي هدم الكعبة في السنة اللي اتولد فيها الرسول كان عايز يهدمها كان أبرهة الحبشي. عم الرسول اللي تولى كفالته بعد وفاة جده، طبعا عمه اللي كفله وكان بيربيه أبي طالب. مرضعة الرسول اللي قعد عندها 4 سنين قلنا حليمة السعدية. الغلام بتاع خديجة اللي طلع معاه في الرحلة التجارية اللي هو ميسرة. مين اللي فرح بقدوم النبي وسماه محمد عشان يبقى محمود في الأرض وفي السماء؟ طبعا جده عبد المطلب. بما تفسر من العادات، من عادات إشراف مكة إرسال أبنائهم للبادية اللي هي الصحراء، قلنا عشان يكتسبوا 3 صفات. السؤال ده من الأسئلة مهمة قوي، بقول له الاكتساب قوة البنيان ورجاحة العقل وفصاحة اللسان. نقولهم تاني: قوة البنيان وفصاحة اللسان ورجاحة العقل. رجاحة العقل يعني الذهن الصافي. لو أنا نسيت كلمة رجاحة العقل ممكن أكتب ذهن صافي، هتمشي. طيب، الدرس اللي بعديه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول لي أول من أسلم من النساء كانت السيدة طبعا خديجة. ظلت الدعوة السرية لمدة 3 سنين. نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سن ال40 في أحد ليالي شهر رمضان. أول مدرسة في الإسلام طبعا دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الهجرة الأولى للمسلمين كانت إلى، طبعا أول هجرة للمسلمين كانت للحبشة. خلال مرحلة الدعوة السرية آمن بالرسول أكثر من 60 فرد. ملك الحبشة الذي استضاف المسلمين هو الملك الحبشة اللي كان مستضيف المسلمين كان اسمه النجاشي. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عن مكان جديد للدعوة في الطائفة، وخصوصا عند قبيلتي ثقيف. قبيلة ثقيف تحديدا هي اللي كانت متركزة في الطائف. صح وغلط. امتدت المرحلة الأولى من البعثة حتى السنة الثالثة من الهجرة. طبعا المرحلة الأولى قعدت من البعثة لغاية السنة الثالثة من الهجرة. غلط، هي لغاية السنة الثالثة من البعثة. يعني أنا هغير شيل كلمة الهجرة دي واكتب بدلها البعثة، يبقى العبارة دي غلط. حدثت رحلة الإسراء والمعراج للرسول في السنة اللي فقد فيها عمه ومراته اللي هي عام العاشر من البعثة، صح، اللي هو عام الحزن. رفض الرسول عرض قريش للتنازل عن الدعوة، طبعا صح، الرسول رفض كل العروض اللي قريش اديتها له عشان يسيب الدعوة. اكتب المفهوم العلمي. الغار الذي كان الرسول يخرج فيه ليتعبد، طبعا غار حراء. العام اللي توفى فيه عم الرسول وزوجته هو العام العاشر من البعثة اللي احنا سميناه عام الحزن. ما ينزله الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل، قلنا الوحي. السير ليلا، يبقى دي على طول الإسراء. العلو والصعود إلى السماء، يبقى دي على طول المعراج. بما تفسر معارضة قريش للدعوة الإسلامية. طبعا السبب الرئيسي اللي خلى قريش ترفض الدعوة حاجتين. قلنا خوفا على مكانتها الاقتصادية، ولأن هذا الدين يخالف دين آبائهم وأجدادهم. تاني: خوفا على مكانتها الاقتصادية، ولأن هذا الدين يخالف دين آبائهم وأجدادهم. بكده يبقى دي الدروس اللي داخلة معاك في الامتحان. أتمنى أكون استفدتوا، وتحت أمركم في أي حاجة. توفيق دايما يا رب. شكرا.